رسول كأنه عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي عليه. بخيل هرت الجنة مقالة قبيق السماء بخلق ووحا ودرا ويان بخيل وحا ليرى أذابوه ما ننكي حولها ديدئي ننكي ما ركتين عندك سورينيو بخيل ولا يرى لكن بخيل كالرنطعة وحويان بيري من ذكرت عنده قفكي عنيق أكتي صلى يقول فلم يصلي علي أنا يقول صلي ما بخيل يرى بخيل كل الجنة مقاله مركا نبيك مقا عيسى مركا مقاش صلوات الله والسلام عليه وإلا صلي وإيان عيالي بخيل بان نظن عيسى بخيلنا الجنة ولي مقاله حديث كلا النبي عليه الصلاة والسلام وحوشيغي إن إساقوا منبر كفولة يصدح قور آمين ويجي قال يا رسول الله يصدح قور بالآمين تريه محايا هاي وحيري مركي هو الرئيسي ونقطة سعري جبريل باقي مدوحو يري رمضان قفكو ولاشو جنة قالي واي رمضان كبشة انتو عبادة يستو إلهي ومدن بدافو النار تحقلي آمين دي آمين باني ريبوني markii labaadna wuxuu yiri labadiisa waalid qofkay duqoobaan oo u baari fali waayo naar gala ilaahay naarta ku fogeeyo aamiin baa irigu yiri markii saddexaad wuxuu yiri qofkii nabi maxamed oo magacaaga maqla oo kugu salli waaya naarta allah ku fogeeyo aamiin baa irigu marka ninkii inta nabiga magaciisa maqla ku sallin waaya jibriil baa habaaray نبينا آمين بويري أقبل ويا لسوء الماء النار تنبا ولي الوشدة يا وكل مانيا إلى أين قمدك كواسنا إلى أين قمدك مركز همين دنبه إن شاء الله قيبا نقربني ماركتي إن سيردي ووحك ربضا لكن ميلو يربينو سلاس وكلا دبا ميل يربينو كسوق قبني همين دنبينو إن شاء الله ينو لما يسكري دونا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم يبلن كأني عاوة وحوها إنه لما يذكر نصيرتي لما يستري كرني إن الحوغو سيدي حرى وكال حوغو كسوق عظنه حياة واحدة ما يصير كرائي الرسول كصفات كيسة هي سيردي سدي وح ما نوضا نقام با هذه اللي يري هذا انت اللي يقان هلا عقريانا دي مدبدا بيقادنا إيسا marka inuu baynu ka barakaysanayna in baynu ka barakaysanayna aayada quraanka ah oo ku furfuranay khudbadeena bal aynu fasirno ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala laqad ja'akum laqad wa dar weeyaan laamul qasam baa la yiraahdaa la qad haday laam ila xariisato wa dar ilaahay wa sago wallahi yiri oo kale weey جاءكم وحايدين إنك علينا الله الضياء رسول بايدين رسولكم من أنفسكم إذن كنفتين كمدا فيري إلهي نعمديسة رسولكم نوصو دريو وحالك ديغي أنك جنسي أن بني آدم بالك ديغي بشر بالك ديغي هدو جني رسول جني أن نوصو دري لها دي ما باركينو نماينا نركين محاينو كسماينينا هذه رسول ملائكة نلو صادري لها دي أود بأمليهن ملك سورة دي إلهي كو أبو ريينينو عرقنو ما سورو بكرتو مرك إلهي حكمة دي سوى حين غاطي رسول عينو قرانينو إيه بشرة إيه وحين فهمسين كرا إيه دعوة إلهي أن كقاعدا كرنو إنو نو صادرو بني آدم
عزيز عليه ما عنتم dhibaatadiina aad dhibaatootaan rasuulkaas waa ku culusta macnaa inaynu dhibtoonno adduunka dhibtoonno aakhiro dhibtoonno barsakh iyo qabriga ku dhibtoonno nebiga waa la weynta waa la culus tahay oo aad buu uusan raalli uga ahayn macnaa dhibkeenna labada daarood aynu ku dhiboonayno nebigu ma oggola calayhi salaatu wasalaam wayna la culus tahay sidaa darteed ilaahay baan waxaan su-aashuu yidhi ilaahu ummaddayda markaasaa la iigu bishaareeyuu yidhi 70,000 oo xisaab la'aan jannada gelaysa ummaddaada markaasaa la yidhi yaa rasuul allah maxaa ilaahu ii kordhi haddaad maxaa u oran weyday wuxuu yidhi istazadtuhu ilaahu ii kordhi waan idhi fazaadanii maca kulli waaxidin 70,000 70,000 mid walba 70,000 oo uu shafeecaya inay la socdaan hal istazadta rabbakaa la yidhi yaa rasuul allah maa ilaaha ii kordhi tiraahi istazadtuhu fazaadanii 3 xasayaatin min xasayaati rabbii buu yidhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ilaahu ii badi haddaan idhi 3 cantoodo 3 xaabsinood oo ilaahay xaabsinihiisa yaa la ii ziyaadiyey dee waxaynu nidhaahnaa xasayaad xasiya intii gacanteennu ay qaadaa la yidhaahaa ma odhan karnaa ilaahay labadiisa gamcood intii lagu qaado ma odhan karno maxaa yeelay innaga iyo ilaahay baa markaa isshabbahaya ilaahayna mushaabahada khalqigiisu mustaxiil bay ka tahay laysa ka midlihi shayun wahuwa asamiicu albasiir waxa weeyaan 3 jumlo oo ummaddayda ka midoo fara badan ayuu ilaahay iigu bishaareeyey inay xisaab la'aan jannada gelayaan khalqun kasiir walxamdu lilah ilaahay ha inaga mid dhigo saasuu nebigu u jeclaa inaynu adduunka khayr hello aakhirana khayr hello dhibkeennana saasuu u nabcaa xariisun calaykum korkiinnana waa ku dadaal badan yahay baa la yidhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wixii wax idiin taraya wixii idin anfacaya wuu ku dadaal badan yahay sidii aad u heli lahaydeen bilmu'miniina ra'uufun raxiim dadka ilaahay rumeeyana nebigu raxiim buu u yahay ra'uufna waa u yahay macnaa ra'uuf iyo raxiim waa 2 raxmadood weeye min alra'fa waalraxma ayay labaduba ka yimaadeen laakiin rafcada ayaa sii korraysaale rasuulkaas rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiimun shantaas nebiga isku darsaday ayaa laydiin soo diray buu yidhi ilaahay waa idiin yimid isagoo risaalo idiin wada aayad kalena ilaahay wuxuu ku yidhi qad jaa'akum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiin qad jaa'akum waxaa idiin yimid min allaahi ilaahay xaggiisa nuurun nebi moxamed weeye calayhi الsalaatu wasalaam nuur baa idiin yimid wa kitaabun mubiinun kitaab cad oo qur'aan la yidhaahdaana labadaba waa idiin yimid macnaa nuur baa lagu sheegay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam qad jaa'akum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiin nuurkaas mufasiriintu nebi moxamed cid aan ahayn kuma fasirto kitaabkuna dee waa qur'aankeennan layna soo siiyey rasuulka sidaasa ayaa habeenkii uu dhashay weeyaan habeenka aynu isku waaninaynaa siiradiisana aynu isu aqrinaynaa marka waataan idin idhi daraf yar baynu ka soo qaadaynaa waayaha kan waxaa batay oo meel walba laga sheegayaa horta iskhilaafka hala yaabin iskhilaafka ilaahay baa dadka u abuuray inay diinta isku khilaafaan waaba wax ilaahay uu sameeyey subxaanahu wa tacaala walow shaa'a rabbuka lajacala annaasa ummatan waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilaa man raxima rabbuka walidaalika khalaqahum buuri ilaahay
ولو شاء ربك ربك هدو دوني لها نبي محمد لجعل الناس صدتك وحيالي لها أمة واحدة أمة اسكملة ونسكو خلاف دينته أو ولا مؤمنين أو جنة ولا عادة ساسو إلهي كيالي له أمة واحدة ولا يزالون مختلفين كالزول ميان إلى اختلاف يانمر إلهي مولى دونين أمت كليو ولا هنوسن إنين النقلو إلهي مشيئة سكمات عن ولو شاء لهداكم أجمعين كل جين إلهي هدو دونه إذن هنونين لها ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إلهي وحيرا هدان دمعنا نفو البهنون كيدان سين لهين مركاسي هنوني لهين معنى يالين حق القول مني أنا وحي واجبي قول ليلي أهدو لأملأن جهنم بوحية وبوحية من الجنة والناس وانكبوحنينا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا إلهي هدو دوني لها انت دولك جوكتونا إلهي بيهمين لهاين لكن إلهي بندوني سبحانه وتعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إلها هدو دونه تذكرن هنون بو اسقو قيل لها يوي ولا هنوني لهاين إلهي سبضم عن سبحانه وتعالى محايا لوحو أبوري إلهي النار كاننا هو أبور لبدا وحو بلنقاذ إنو بوحيه كاننا إنو مؤمنين كبوحيه نارتنا إنو عاصيين يا كافرين كبوحيه أيو إلهي لبدا دارو دو أبور حديدت كونن لولا هنونيه مقف هنون سنابا إلهي عذابيا ما سنارتي بالغو بلنفريا إن لبوحيه لو بلنقاذ waxay ku timid in dadka hanuunka qaar laga xiro si naarta loogu buuxiyo wacdigii ilaahay qaarna hanuunka la siiyo si ilaahay jannadiisa daaru raxmadiisa loo geeyo walaa yazaaluuna mukhtalifiin ila iskhilaafayaan ka zuulimayaan buuri ilaahay walidaalika ilaa man raxima rabbuka rabbigaa qofku u naxariista mooyaane oo ayagu aan khilaaf هي حمان منا كينين جدك وناكتم وحكا قاضي ولذلك خلقهم إلى اسخلافان بالله بعضوري بمير إلهي سبحانه وتعالى ولذلك كاعو اسخلافك أي خلقهم إلهي وعضوري مركب ولقها أمد واحدة وهنو وضا هيستا ما الله أركعين كوا وحيلين قرح دي أداء عابدين يقع إلي سبضا كوا دبكي شتان عابدية كوا أصنام كلا دقحيو ميلا وحي قرتين عابدية انتي توحيدك الشيغانيسي قاربا بدعا نغضي مكفرة قاربا بدعا نغضي مفسقة أو فاسق كدقيسة إن إلهي جدكي ونكسنابك وهنوني سبحانه وتعالى ضعيفة ذات ونكسن إلهي هنقدر عنه marka horta khilaafka saasan loola yaabin waa jiraa maxaa yeelay inta jidka fiican qaadayna ilaahay jannu geynaya iyo ridihiisa iyo raxmadiisa inta khilaafka khilaaftay intaas ee wadab baadi iyo shaydaan ay jiideen qaadayna kuwaasna naarta la geynaya marka saasaa loo qaybsan yahayba adduunka inta la joogo in la iswaafaqo ma jirto inta muuminiinta ahina waa raad iyo wado انت كلا ومخالفين اما فاسقين اما مجرمين اينا وودك ليتوا هل لو وحي نقنيسا فريق في الجنة وفريق في السعير سيدي لو قيد سنة ايا قولنا الجنة لو فريا البابه هذا ولو قينيا قولنا النار السعيرة ايا لو قينيا تاهرت خلاف فضاد لكتان دقها تاقينا خلاف كواجرا نار إلا بوحيو إلهي بلن قاضي جنادنا أمد بو إلهي وبلن قاضي سبحانه وتعالى
marka inta adduunka la joogo waa inay kala baxaan dadku oo qolana naarta jidkeedii qaadaan qolana jannada jidkeedii qaadaan intaa haddaan sidaan idhaahno oo idina khilaafka u dhega taagin waxa weeye caawa daraf yar baan ka soo qaadaynaa waxa waayaha kan socota nebiga la barakaysanaya waa shirki waa lagu gaaloobayaa haddii nebiga barakuulaha la yidhaaho haddii shafaaco la weydiisto haddii maaragtay lagu tawasulo ilaahay loogu tawasulo marka bal aynu nidhaahno war barakada nebiga la barakaysto daatadiisa ama ajzaadiisa kale timihiisa candhuuftiisa calyadiisa dhiiggiisa saxaabadu ma barakaysan jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam mase waa wax hadda uun lala yimid wo hadday saxaabadu barakaysan jireen saxaabada jidkeedii baa laydinku ogyahay inaad qaadaan nebiguna hay barakaysanina uusan odhan jirin ee intay barakaystaan uu raalli ugu ahaan jiray amuuba gacan ku siin jiray hataa nabiga la barakaysan jirinse dee inaynu barakaysanno maaha oo markaas dadkaale nebigu barako ma lahayno waa shirkiyo ilaahay baa loogu sharig yeelayaa dee inay run sheegahayaan baynu ogaanaynaa haddaan nebiga saxaabadiisu barakaysan jirin marka dee hawl kalena xooga waana sugaysaaye waar bal siirada nebiga soo bixi istaag waa la istaagaa mikrofoonkana gacanta ku qabso ninkaasaa soo akrinaya anna af soomaali baan ku fasiraya hadday saxaabadu barakaysan jireen ma ka leexan karaynaa haddayan barakaysan jirin barakaysta idinma belihi anigu كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بأجزاء النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره وثيابه وطعامه وشرابه وذلك بإيمانهم بأن أجزاءه الشريفة وآثاره الكريمة هي مليئة بالخيرات والبركات لأنها أجزاؤه وآثاره ونحن نريد من ذلك النماذج موجزة وحيري كتابكم واسيرة رسولك محمد رسول الله بمجعي سبليرا وحا نبي قاهين كشيكين مايو هي صحابة دي سيدي ولا نقم جرين صحابة رسولك وحيا هايين بويري كوي بركيست النبي عليه الصلاة والسلام ذات ذي سي بركيسانيين آثارتي سي بركيسانيين وحي لحريرو لنبي بركيسانيين أيقو أب نبي إيا وحا لحريرو لمي إلي خير كبوحان أو خير كاس أي كهلان يا نبي بركيسان جرين مركا انتاس هو عنوانكي مركا بالعينو أحاديث تهدي عينو سوقادنا annagoon idinku dheeraynayn xoogaa gaaban baan ka soo qaadaynaa buu leeyahay تبرك الصحابة بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمهم له وحفظ حسهم عليه روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأضاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل أي تعظيما لها وتبركا لها وحيري بل قبل لون تميه النبي عليه الصلاة والسلام تماه الرسول وهذا بركة سنكرة تماه النبي عليه الصلاة والسلام إمام المسلم وحوريي حيري نبي أيا راوي باوريا وحيري نبي أيا مدحي سلحيري أصحابتنا ساسي وقوها رئيسنايين mar allaala marka dee ninka xiiraya muuska uu saa ku yidhaaho timaa dhulka ku dhacahaya hal tinahoo nebigu lahaa weligeed dhulka kuma dhicin qof gacantiisunbay ku dhacaysa saxaabada ka mid a radia allahu tacaala canhum ayadaa gacantay ku dhacaysa nin waliba wuxuu helay faws buu helay wuu xafidanayaa wuxuu maalinkaa qaniimadii ugu weyneed inuu helay hadduu timihii nebiga qaar helay أيون اعتقاد سيئي تبركا لها وتعظيما وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحلاق ها وأشار بيده إلى الجانب الأيمن فحلق فقسم شعره صلى الله عليه وسلم بين من يديه
السحابة، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلق، فأعطاه لأم سليم بنت ملحان ولبسانه. وعند إمام أحمد زيادة وقلم صلى الله عليه وسلم أظفاره وقسم بين الناس. وغير مسلم بحديث كان رواية كلا وريي ويان نبي يا وحيري انتو عمريستي أيو موسكي ولي بينكي مدح حيري مركاتو يري ها دينا عن كبل لو مدكتاه وصلنا مركات حيرنا يسو دينا عن مدكتاه ولي يد الله قبل الله رسولك إنه قد ينينا عليه الصلاة والسلام مركاسو حيري دينا عن مدكتاهي nabigu markaasuu timihii qaaday raggii hortiisa taagnaayee saxaabada ahaa ayuu u qaybiyey timihii nabiga gacantiisa ku qaybinaya calayhi salaatu wasalaam markuu qaybiyey ayuu yidhi ninkii haddana war dhinacan kale xiir bidixda markaasuu xiiray markaasaa ummu sulaym gabadhii la odhan jiray yaa la siiyey timahan ummu sulaym waxa weeyaan zawjatu abi talxa أنس بن مالك هو يدي ويان أبو سليم بنت ملحان بالأورنجري أيضا لسيي محل أقول لي بي دين عمدك تهرجع لو قيبي دين عبد حدائنا يدمر كو قيبي صح أنس هو يدي يا لو أقول لي بالنبي قال محرم بيواهي مركز النبي قعنتي سكو قيبيي تنيسي دين عمدك تهرجي بوسيي وقيبي ويريريي دين عبد حدانا أم سليم بالودي بيسيا يقول قيبيسه دمر. قال الإمام النووي رضي الله عنه فيه التبرك أي دليل التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه. ماشان إمام النووي وحير حديثك وحينه كقالني النبي قال لقوا تبرك كروه تميهيسه إيا إلا ما ليسن كروه ميل انت الله نكتولي أيكو جريان كيدهان إلي بنان تايبان كقرن عيال قفك النبي قلت ميه سسين أيوه قف اسكت طورة يا ماها النبي قلنا إنه طورة وما تلقلين إنه ميل كريته بركة استنى أيها النبي قلت قيبي أيها قلنا سلاسي صحابة يالي انتصار خالد بن الوليد واستفتاحه في حروبه بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان كان وحويا خالد بن الوليد سيف الله بالأورنجي أبيه خير ملهين ووليد بن مغيرة نكا تقاوي لكن محول علي خالد بول علي خالد سيف الله يبقى النبي بحي عليه الصلاة والسلام. خالد بن وليد وحكوب ليسان تري مركو قال هذا شبيني يكون شبين تري وقلت وسولي تري قال هذا إلي جبتو أيقون قوليستان نبي تميه عليه الصلاة والسلام. ذلك عن جعفر بن عبد الله بن حكم أن خالد بن وليد رضي الله عنه فقد قرصوة له يوما يرموه فقال اطلبوها فلم يجدوها فقال اطلبوها فوجدوها فإذا هي قرصوة خلقة أي ليست بجديدة. فقال خالد اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه فابتدر الناس بجوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته صلى الله عليه وسلم فجعلتها فيه هذه الغنسوة فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. خالد بن وليد يوم يرموك وهاقي لنا الدقاء لما يدي قلد حجمته الدقاء الكود كل يهي أيوه همين أستقي جيشكي سيميل دقي صباح دي مركز لدبعين لغرته أيها كوفيدي سيلواي كوفيدا دقالك الله قاطو أيها قلن سوال ليرا مركز يهيري كوفيدي وين لهلا ولا راسي ولا واي وحالا يري يا أمير المؤمنين ويني محان سمينا وين لهلا ويري كوفيدي علكي با وابريستي مركي واقو بريا الله هلا مسي وامل على له وحفي عنه قروح لبا أنا هين مركز هذا يري علك للموحد وحبي سيسي جدًا حمادوك كوفيدا دغضة وغير النبي عمريستي عليه الصلاة والسلام مركو النبي عمريستي بو تميه سيحيري صحابة رسول كعطر سنتي تميه قف ولبا ميل بو تميه كغاتي أنا إلهي وحيقو قرقارو النبي فودي ساس أيا فرح الله يلي
timihii nebiga fooddiisa laga xiirayey ayaan la helay markaasaan wuxuu yidhi koofidaydaanan dhex geshay waa ku jiraan buu yidhi timihii nebigaa ku jira weligay dagaal ma gelin buu yidhi mar allaale markaan dagaalka galo unbaan koofida saartaa buu yidhi weligayna nasri waxaan ahayn lama kulmin waxaasna waa timaha nebiga oo koofidayda ku jira buu yidhi calayhi salaam waa khaalid binu waliid weeye ciyaara u malayn saxaabadii rasuulkuna waa wada joogaano war timahani wax ma taraayaan qof odhanayaa ma jiro waxaan maanta joogo fasaadka mayna joogin waa la isku waafaq تبرك الصحابة بموضع الأصحاب بموضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتي بطعام فأكل منه بعث بفضله إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو أيوب يضع أصابعه حيث يرى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة أي إناء فيه طعام، فوجد صلى الله عليه وسلم فيها ريح الصوم فلم يذقها النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بها إلى أيوب الأنصاري، فنظر أبو أيوب فيها فلم ير فيها أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذقها، فأتاه فقال يا رسول الله لم أرى فيها أثر أصابعك، فقال صلى الله عليه وسلم إني وجدت فيها ريح الصوم، فقال أبو أيوب تبعث إلي مما لم تأكل، فقال صلى الله عليه وسلم إني يأتيني الملك. يا ولي حديث إمام الأحمد وحو وريي جابر بن سمرة اللي صحابي وحو كوريي نبي عليه الصلاة والسلام مركا حيرا عنت الله كانوا وعني تري حنبدي سوي حسين تري أبو أيوب الأنصاري واكمه الله مركو لا يقول مدينة كيني وهشي وفوشيحي أي قبائل كي أنصار ونن والبدوقيسي يا رسول الله أنك نودك يا رسول الله أنك نودك أنك كمرت قاضينا أنك وحول بكون قنينا مركزين هشا هتابننا هشا مأمورة من الله إلهي حقي سال لقى أمري اسكدها يميشي نقيسان واركيناي مركز حريرها أنصار ونن بحريرها كصعطة نولي ووحو جعلان لها إنه قبيل كيس النبي قلدكو وماشا الليبانية بركة وكيرو ننكي لصودا فحافدي سبا واتيران يوضا كوة كرو حافظها كوريا يا نبي قرب سعونايا نبي قلد وحفوشيا يا شيس مركو لما هذي ودكي ودنولي وواقشوع يا مركي هشو لافتو أي هشي سوك علي أبو أيوب الأنصاري قريقيسي برحض يرو بنانو كوريسا يا عاير فريستي هاشي مركاسو يري والله أمري هاشاس كليح أبو أيوب الأنصاري بسوبه نبي قال أبتي سيئو هاشي كدجيو قريقيسو جيي مركا واننكاس أبو أيوب الأنصاري أنصار ونن انتهي دمع علي النبي قلنو لدقو إلهي أمر كيسا ننك النبي قل لدقو وي مركا قل لبا وحولها لبا دبقه مركاسو يري يا رسول الله كان كرفول مركاسو يري مايا كان هوسان فوليا هذه إسلامتا هذا كورتاغا على أي حال قصة مشهورة ويان وقريقي ودقو ووريي مدينة مركو النبي قلتاغا عليه الصلاة والسلام maalintii dambe hunguriga nabiga loo keenay hambadiisa Abu Ayyub baa la siin jiray maxaa yeelay de waa ruuxii gurigiisa uu deganaa way Abu Ayyub al-Ansari buu markaa u sii dhiibay nabigu ma cunin maxaa yeelay toon buu ka helay toonta afka qurminaysa ayuu nabigu ku arkay cuntadii nabigoon dhadhamin buu yiri Abu Ayyub u geeyay Abu Ayyub faraha raadka nabiga yuu raaci jiray wuxuu arkay inuu nabigu cunin calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulullaahi cunto aadan cunin maxaad iigu soo dirtay wuxuu yidhi haddee toon bay lahay oo aniga toonta maxaad iigu soo dirtay
aniga malaga ii yimaado yiriyoon afkaan u diidayaa idinku waa cuni kartaa laakiin aniga jibriil baa ii imaanaya inaan toom cuno oo hadhow layga uriyana ma doonayo yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam abu ayuub meesha nabigu ka cunay meelaan ahayn cuntada inteeda kale waxba ka cuni maayo tabarukan bi'asaabihi sallallahu alayhi wasallam nabigu meeshu faraha saaray buu ku barakaysanaya تبرك الصحابة بصور النبي صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال صلى الله عليه وسلم للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوصر بنصيبي منك أحدا فسله ويعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده أي فشرب الغلام وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه. حديث كان نبي حنبديسة سيد الله صحابة وبركة يسنكرين هذا ماشو كعنيبا صومرني حنبدي ويا مدعنا ويجي النبي هنقول وحلو كان شراب كيف النبي حبي عليه الصلاة والسلام دين عن ملكته أبو بكر يا عمر يا الرجي وينابا كعه دين عن بالحدانة ويل أن وينين باكا عبد الله بن عباس ومركا أن وينين مركا سوء لا يبا وينو كقالا تبرك الصحابة بإناء مسه فم النبي صلى الله عليه وسلم. عوان كان وحوية عناوين توكاد مركاسيا صحابة وحي بركي سنكرين ماشي نبي وحكا عبه أما وحكا عنه meeshaas uu afkiisa bushmihiisa saaray ayay barakaysan jireen buu yiri روى الإمام أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وفي البيت قربة معلقة فشرب من فيها أي من فم القربة وهو قائم قال آنس فقطعت أم سليم فم القربة فهو عندنا والمعنى أن أم سليم قطعت فم القربة الذي هو موضع شربه صلى الله عليه وسلم واحتفظت بها به في بيتها للتبرك بأكل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث كان وحوري أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا سنة ينو شقين يجريو ولي وحانا فلن محادو فلويدي مورا طبعا سنة أي نبي خادم كي ساعها مركو مدينة كسوغلي أي أم سليم تاس هو يديسي يا يوكانت واحد يا رسول الله خويدمك آنس ننكان وخادم يروغاقي آنسا واحد على إنو كواديغا مركاسو كأقبلي طبعا سنة أي أشقين يا رسولك صلوات الله وسلامه عليه آنس بن مالك وحيري مركا نبيغا سوغلي قريغا أم سليم وقريغود أم سليمنا النبي محرم بيا هايين وانا نري مركاسا سبرار بيا كوشيران يا هلكن كسو لالادا سبراركا انتو فريبو الناس كي كعب النبي عليه الصلاة والسلام اساقو تاغن الى سبراركو ميلكرو كسو لالادا ايو سبراركي عبي مركو عبيبو حري أم سليم واسوك عدو انتي نبي افكي ساقا شيبي قوصت مركاسي ميلكو حنانيسا أيضا بركيسانيسا لبدي بشماد أو النبي عليه الصلاة والسلام سبرار كما يشي كتابتين الكاسي بركة كدقتي أنس بن مالك باركة هيا ناها بركيسان هو يقرن مايو أيضا صحابية جليلة أصحابتي ودن وودعوجيين مر الله لمركيا اللي معايسة توعليه فم القربة ماشي نبي كعبي واتا هرق انتي سيكالة سيدي بوديستي انتي بشمها النبي قارتي ايي مالكو كيسا تبركا بها تبرك الصحابة بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشفاؤهم بها مادن وحويان مريها النبي سيدي الصحابة وبركيسان جيرين إيا سيدي سجودا وين تري النبي مريس عليه الصلاة والسلام أو كي جرا لو جودا وين تري هو مسلم عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها أخرجت إلينا جبة ضيالسة كسروانية
لها لبنة ديباج وفرجها مكفوفان بالديباج. وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه. كانت عند عائشة فلما قبلت رضي الله عنها قبلتها إذا أخذت الجبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى. وهي ترى أسماء بنت أبي بكر حديثك أيضا ورثيه شبط أيا هيستي أسماء بنت أبي بكر وعائشة ولا شيء كوين يدوي شبط ومحيبا ليري شبطني وهي ترى شبطني واتي رسولك وقشن جري وشبط نبي وقشن جري عليه الصلاة والسلام. عائشة هيسي عائشة مركي دمتي ayaa aniga jubadii la soo siiyay bay tiri hada jubadii nabigaan haysta bay tiri qof alla qofkii jirrada biyaan galiyaa bay tiri biyahaasaan ku mayraa biyahaas jubada lagu mayray baan qofka jirran siinaa horeyna waa uu ku caafimaadayaa qofku sidaasaan u haystaa meesha waxaad ka garanaysaa nabiga dhididkiisii iyo jubadii uu martay in dadka jirran oo dhan hadduu daacuun qabiyo hadduu feero qabiyo hadduu balaayo kale qababa iyo malaariyadan ummadda dhibtayba haddaynu heli lahayn kulliga waa biskoon lahayn intaynu dhaqanno ayaynu wada bogsan lahayn. أسماء بنت أبي بكر بعدتك أمير جرتو بيه عبسين جرتي. صلوا على النبي. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتت امرأة ببردة منسوجة فيها حاشيتها فقال يا رسول الله أكسوك هذه فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها. وفي رواية ابن ماجه فخرج إلينا فيها فرأى عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه البردة فاكسنيها فقال له صلى الله عليه وسلم نعم. وفي رواية البخاري فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها وأرسل بها إليها فلما قام صلى الله عليه وسلم لامه أي لام السائل أصحابه وقالوا للسائل ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لبسها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. وفي رواية لا يرد سائلا فقال الرجل رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. وحال وري حديث كان ناقبا النبي وحيقوك أنت معوس قروح ميرانا معوس قروح ميرانا هدية marka nabiga martay korku soo saar waa noola yimid nabigu asagoo oo qaba ninba marka yiri ya rasuulallah macawistaadu aad u qurux baanta ya rasuulallah isi markaas yiri waaya markuu nabigu tagay calayhi salaatu wassalaam ayaa ninkii la dagaalay wariyaahe macawista nabiga u baahan hadeerna qof baa hadiyad ugu keenay adiguna nabiga su'aalaysa nabiguna wax la su'aalay ma badiido والنبي وحو باهيا محاد السؤاليسا وحو يري والله إنا سؤالين إنا هو له انتا النبي كقاده إنا بركيسته او كفن كدكتو ميلكو حدو او مر الله لمركي عند انت الله يقو كفنان ربابو يري نبي واو كيني معوستي ميلبو دكتي كفنتي سيبي نغطي صلوات الله والسلام عليه وعذر كيسا معوستات nabiga jirkiisa ay taabatay buu rabaa kafan inuu ka dhigto taa waxa jira nabigu inuu qamiiskiisa qof u dhiibi jiro oran jiray kafan ha looga dhigo qabriga waxa laga yaabaa inuu ilaahay su'aasha u fududeeyay marka macawista ma qaadanayo yiri kafan baan ka dhiganaya anoo barakaysanaya rasuulka inuu korkiisa saaray تبرك الصحابة بدم النبي صلى الله عليه وسلم. إيوان كان وحويا صحابتي إني بركي سنجري النبي قديقيس عليه الصلاة والسلام إني بركي سنجري. أخرج الطبراني والبزار والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني الدم بعد فراغه من الحجامة وقال اذهب يا عبد الله فغيبيه. وفي رواية اذهب بهذا الدم فواريه أي أخفيه
حيث لا يراه أحد. قال عبد الله فذهبت به فشربته ثم أتيت صلى الله عليه وسلم فقال ما صنعت أي بالدم. قلت غيبته. قال لعلك شربته. قال نعم. قال ويل لك من الناس وويل للناس منك. حديث كم وحويان عبد الله بن الزبير يرجي وريا ووينانا ومغريسين. عبد الله بن الزبير بايري نبي قال استوبي نبي واستوبي كده عليه الصلاة والسلام مركي توبين كده ماضي أيو إيدي بيبوين عبد الله بن الزبير كاتياد عليه أسماء بنت أبي بكر بعد الشيء عائشة أيها حبريتيسة هو يدي الله على خير عائشة إنه لنا هماركتي أم المؤمنين أم عبد الله عدينا شيء ما هي ويلكي حبريتوتي عبد الله بن الزبير بن عوام أيها لوغو مقعدر يكون يدي مركز يدي بو يري ديغا كان أرد سو قري بو يري مالا قفنا أركينين كو سو قري أيضا حق انت كلابتي بان وحو يري يا قلف كسي ديغي النبي عليه الصلاة والسلام مركي أن soo noqday yuu yiri buu yiri dhiigii maxaa ku samaysay yaa rasuulallah meelan cidina ka arkayn baan geeyay buu yiri markaas yiri waxa laga yaabaa inaad cabtay uu rahaa yaa rasuulallah waan cabay wuxuu yiri dadka balaaya ka haysata waylun laka min an-nas wa waylun lin-nas minka adiga dadku way isku dhumaysaan buu maxaa dhiigaygiiba dhiigaaga ku jiro dhibaato badan bay kala kulmayaan haday ku dhibaan ninkii saasa hayaa dilay ma taqaan حجاج بن يوسف بادلي حجاج بن يوسف مركز صوع علقي ميل هالكاسة طبعا مع الموضوع ساسة سقعوا الله هذا وشلو ما نتوري اللي دلي أيها وهاجس في النبي بني أمية يعني من كان اللي بني هاشم أي سلين زرين حرب داس وكل انتو أمير المؤمنين مكة يوكاها من كان حقا إيو عراق إيو كيمدو مركز قبصدي مكان واقبصدي أمير كيدين وادي عبد الله بن زبير بن عوام. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حملك على ذلك؟ فقال علمت أن دمك لا تصيبه نار جهنم فشربته لذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ويل لك من الناس وويل للناس منك. رواية كلا وحكو سبنا النبي قوى سؤالي إلى ديق عبد محاكو وحماري بوين يا رسول الله وحنو بحيب ديقاقا إنا ناري تابنين مرادان ديقاقا ناري تابنين وإنو كيغا دحقلا تاسو أبو جوابي كلام صحوية مركب فيري سوق هذا ديقوا نجاسة لما عبو نبقى ديقي سو نجاسة ما فضلات كي سدن نبقى نجاسة ما عليه الصلاة والسلام نجاسة لما عبي كروه واكا عبد الله هنا مركو عبي معاذ عبد الله ورنا وقرب الوسية وليه. وروى الدارقطني في سننه عن أسماء قال اعتزم رسول الله ابن عبد الله فشربه فأتاه جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما صنعت؟ قال شربت أن أصب دمك. فقال صلى الله عليه وسلم لا تمسه الماء ومسح على رأسه وقال ويل للناس منك وويل لك من النار. رواية كلا وحي لهاي أسمع وريتي كي ورنا أسقى وريي عبد الله با وريي وعيت النبي قا استوبي مركاسو ديقي وحودي ويل كي عبد الله يا مركاسو عبي مركو صونغ جبريل با وشيغو يري و عبي ملك جبريل مركاسو يري maxaa u cabtay yaa rasuulallah dhiigaaga meelan ku daadiyo oo munaasib u ah baan waayay ma dukaafad baan ku daadiyaa ma god baan ku shubaa marka meel uga khayroon qalbigayga iyo calooshayda ma jira halkaasaan xifdi u baday buu nabigu intuu gacanta madaxa ka saaray buu yiri naari taaban mayso jibriil baa yiri cabdullaahi naari weligi taaban mayso. تبرك الصحابة بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم وبماء وضوئه. عنوان كان وحوي النبي حاكديسة حاكذا رسولك أيها بركيسان شري إيا بيها وكويسة استهنبلا كدعضة تيلويسة جمعيسة أيها بركيسان شري صحابة بركيسان شري تعد كلمة ولي أصحابتي رسول كان في جرد
جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث الحديبية قال ثم إن عروة بن مسعود الذي جاء وصيد وسيطا عن المشركين في مكة جعل يرمق النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه فقال والله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم أي من الصحابة فذلك بها فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتصرون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحبون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود بحديث كان وريي وغير ما أنت حديبية إن النبي قال له دي مكانه قال أنتو عمريستي أي النبي قوي متبوير مركزا فيني النبي قال لما جاسقوا مكوكين نون الجرنين لكن واجد بدأ إسلامك رجوا وين عبد الله بن مسعود ولالك ويا عروة وحكوا أسنيا هاي ماشي اللي سنعين ماشي روشكي محيا هاي أوزباكستان سمرقند قبل سوانا لا تصي سمرقندوك أسنيا عروة وغير النبي قال فيري صحابتي سنوا فيري حاكو هذا النبي وكسو بحضا وطفه ولنو لك كل عميسين وقف باقع عن طوهر سنية صحابة كمنا مركاسو وحمر مرنا يا حاكدي النبي وحمر مرنا يا وجهي هي جسمي سعنتي كليتو هذه ويري هذا ويسي سنية ويسد النبي قال لويسي جمعين سكدا هذا ليس إلى إسكول أيان صحابته أي كسجان أيان سيدا إن منين الريحيو حاجة عنت قبوير بيها حاجة إنه كقات ودونيو هذه النبي وحضله ماذا حيوان الرارعين أيان هذا أمر سيو كل قد فشكح بيني إنه أمر كيسي ودقدقيان من أودي كران إن النبي سيدا وقايل بحسدان نولي بهيبة الرسول عليه الصلاة والسلام أيوة مدح حسالي هذا النبي قالوا قال حاجة ترتيب علم الاعتقاد كله قال قفقد إشكو ساس وفقيتين إيسا وقفا حشمدية هيبت كل العين مركا حاكدي رسولك عليه الصلاة والسلام هي بيه لقوة سنية يا وريي مسلم يا بخاري با وريي لكن ولفظي بخاري متكن هذا وشيخ الله شيخ هي حاكذا هذا وصغبه هذا التقى ماها مد النبي عليه الصلاة والسلام مد النبي ماها بيا لقوة سنة يوت شركاك كل قضي وبداوه وانا اللعباء وانا لو بركة وانا لو قبيستا وانا لقيه لا بركة مداواة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببساطه الشريفة عنوان كان وحوي النبي إنه كدا وين كري صحابة ديسة اليديس صحابة ديسة كدا وين كري روى الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبره لا أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلما أتبع الناس غدوة ردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجون أن يعطاها فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه أوتي به وفي رواية لمسلم قال سلامة فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي فجئت به أقوده أرمدا فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأنه لم يكن به وجع. حديث كان بخاري باوري يا مسلم لبضبا وما انت خيبر النبي ويهود كدولي اللهم صل وسلم وبارك همين كيف وحيري لو عطينا الراية رجلا يفتح الله عليه بري وحن علنك يقولي بيا قف إلهي قعنتي سب خيبرا نوقف فريدونه إلهينا وجعليها يا رسولك السنة وجعليها أسقنا إلهي يا رسولك سبجعل مركا هذه صفات أسفيري نولي ومركي واقو بريي نولي ووحو الربا إن علنك اللو ديبو ليلاه واننكي إلهي كفر إلها خيبرا
أما يحب الله ورسوله اللي يريوه عمر بن الخطاب وحيري ما ننسى أصلا بانش علي السيئين وحلي يديبه معايا لي سفلا سانش علي مربا وحيري نبي قال سرتها وأي قال مركز وصندني قال هاي هذا وتويري بويري أو علي بن أبي طالب مركز يا رسول الله عنده لا يحيى علك ميل قدام بيسا أي جوجا عنده لا يحيى بكورة عندها يا كهاي سلمى بن أكو عمو حيري أنا الله يديري سلمى وربلك علي أسأل الله إنه ذبحه ومتشهدين ونقولوها يوشكوه قامين يان كانوا نبي مركز ساعة لبدا إندوت كليير مصير ذبحه ومتشهدين لبدو عنه بف نبي كجسي انتو سنبي مدحيسي كعلن حنون مره جدود مره وحبقيا مره ذاتك ننك وين دفيقا أيو نقضي النبي علي بن أبي طالب صلوا على النبي عليه الصلاة مركز عرنك ودي بيجري وكا مرحب ماشي بوديه وانك يهودا ومدحدا أرضوتك مرحب وكوكلتي خيبرنا سيديبا يا لغو فرطي يا لغو قبطي مركا علي بن أبي طالب عندنا أيو النبي يقول لبديس عندوت حق إيا حق بش إيا بش على يدي بركة سنيدة شريفة هاي أيوة قسي وعلى ولاية ولي قدام بمدافن علي بن أبي طالب كذا واحدة معذر دمبا قصة نغذي أمري قدام مدافن بالي. وفي الإصابة أخرج ابن حبان وفي صحيحه وضيها في المختارة وقال ابن منذر عمر بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه كان سفل النبي صلى الله عليه وسلم على رجله حين قطعت حتى برئت. وحاول حديثك كان ابن حبان صحيح سكوري من صحابتي كمله أيا لغو نفت مهاشا ساقا بابا كلا قعضي كوبي كلا تير مركز النبي وكانوي عليه الصلاة والسلام أساقوا سيدا كلا nabigu markaasuu buu yiri buu yiri candhuuftiisii sidaa u mariyay kalama kicin buu yiri lugtii jabnayd ama hilibku kala go'naa midna meeshii kalama kicin anoo socdaan ka dhaqaaqay buu yiri markii rasuulka caliyadiisu ay gaartay calayhi salaatu wassalaam qataadana sidaasoo kale u ahaa qataada nin la yidhaaho saxaaba asxaabta rasuulka ka mida gamuun baa kobtaa inta kaga dhacay buu ishaa bannaanka soo dhig markaasay waxay ka laalaasatay halka daankiisa markaasuu asagoo saa u siduu u keenay nabiga calayhi salaatu wassalaam yaa rasuulallah isha idiiday markaasuu yidhi ma ishaan kuu biskeeyaa oo ilaahay kuu baryaa mase jannadii baan kuu bishaareeyaa yaa rasuulallah jannadana waa rabaa buu yidhi laakiin naag baan ayaan dhaweyd guursaduu yidhiyo ishoo daloosha hadday aragto waxaan ka baqayaa waladaas waa khatare ma og tahay waa la iska ilaaliyaa waxay kugu nacahayaani markaasuu nabigu intuu qoslay oo ishiisii candhuuf mariyey ayuu meeshii ku celiyey jannadiina waa kuu ballan qaaday kaama ceshan buu yidhi hameenkii markuu guuraynayo qataada middaani waxba ma arki jirin tii nabigu daaweeyey ayuu hameenkii ku guurayn jiray allaahumma salli wasallim wabaarik calayh صلى الله عليه وسلم نبي عندوفتيسا بيخرار هدو كتفه ويمعانانيان هذا دنايهين أما يبيريهين بيوحين ضنيان حريضة وعلك كسر دعي هذه النبي عندوفتيسا أي تعبط عليه الصلاة والسلام وسلم وبارك على محمد. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي وأبو نعيم عن وائل بن حجر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو ماء فشرب من الدلو ثم صب في بئر أو قال ثم مج في البئر ففاح منها مثل رائحة المسك. وحيري حديث كاس انت ورثه ومغريسا أحمد بالوغو هرمري إمام الأحمد نبي عليه الصلاة والسلام عيل بو يمد عيل كان لغا ورابي يجري بيا لو صدري ودلو لو صدري مر الله على مركو نبي عديبو عندوفتيسي كتب مركاسو يدي دلوغا بيهيسا كل علي عيالك والغو علي انتي عيالكاس بيهيسو جوغين
ولي وحكعف مسكي باكسو عرفي جري الكبيه سودا وعنوفتي نبي كتب في بيه لقوا عليه سببتين. وروى البيهقي عن انس رضي الله عنه انه سئل عن بئر قباء فقال لقد كانت هذه البئر وان الرجل لينضح على حماره فتنزحه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بذنوب اي ذنب عظيم فسقيه فاما ان يكون توضا منه او تفل فيه ثم امر به فاعيد في البئر ثم نزحت بعده. وقد رجع ابن سعد عن انس ايضا نحو ذلك. ان عيلك قبكو ياله وحانت نبيو مر لها بيي مرربو يقري جري دميرنا waa lagu jiidi jiray markaasuu dalow keenay soo darabuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam anduufna waa ku tufay waana weysaystay ceelka ha lagu celiyo yiri waligiis dambe ceelka biyihiisii mana goyn lagamana weynin biyo ayagoo caraftooda iyo macaankooda labadaba la yaabaya xoogaa dhanihiina ka baayi ma dhanaana markaa ka bacay. الصحابة يتبركون بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. نبي عنوفتي سي بركيسن جيرين صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام. روى البغوي عن في معجمه بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب كان يغرب ابن عباس ويقول له إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك فبتع رأسك وتفل في تيك وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويلا. عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس بساعة كل كوشنكي اللهم صل وسلم من كتع الملك تاسوها السنيات وحالا يري محا كتعلاتي عبد الله بن عباس وحن كتعلاتي بو يري النبي قال له كيني مركاسو أفكا عنوف وقطفي بو يري عبد الله بالو قطفيا مدحنا وكما صحيبو يري مركاسو يري بو يري اللهم فقهه في الدين إله عبد الله بن عباس دينك كسيسي وعلمه تأويل تفسير كقرآن كان إله يوبر مركز دعادي نبيك يا عنوف كيسا جوف كيسا قشي يانكو كرامين يا عبد الله بن عباس بوريكري عمر بن الخطاب وياه رضي الله تعالى عنه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بأولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم فيمصون بإريقه الشريفة وهذا باب واسع جدا. صحابة الله وحيا ينقفك المولى شان والله كان يا رسولك عليه الصلاة والسلام مركاسو تمر حوغا انتو كقويو oo nabigu afkiisa galiyo oo calaliyo markii timirtii عنوفتي nabigu isku malaasmaan ayuu afka ugu tufi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam. saxaabada dhanna saasay yeeli jireen. هذا تمر وحمد تريسه وحمهم كاي وعنوفت النبي عليه الصلاة والسلام وحلدون يا إلى اللقاء عرورته. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فقدم ولادها فقدمت المدينة فنزلت بقباء فولدت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه فكان أول شيء دخل في جوفي ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا عنكه بالتمرة ثم دعا له وبارك عليه فكان أول مولود ولد في الإسلام أي أول مولود بالمدينة. عبد الله بن زبير ويان أسمع نشواتاني وحن نبي كسر هاجرني ترى أنا فوشيد دودهي مركان ويل كدنا نبي جوجي مركان صوت مرتي عنوفتي سقدري وحجوف كي سجل النبي عليه سيبا وجوه الرئيسي مركان سودعي معنا الماء مهاجرين في أي مدينة كلها وويل كي وجوه الرئيسي هذا عبد الله بن زبير بن نقضي عباد الله عفرتاهي مكة الشيخ عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر بن عاص عباد الله عفرتها ليلة لمك أحاديث انتو ضبطا وريي وهذا اللي يرضى هذا مدينة كبر باري ويان. تبرك الصحابة بعصر النبي صلى الله عليه وسلم.
meeshaana waxa weeyaan usha nabiga ayaa saxaabada nabigu barakaysan jireen ushiisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان عنده عصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمات آنسه فدفنت معه بين جنبيه وقميصه. وحول هانتري عبد الله محمد بن سيرين بالغوري أنس بن مالك بقول هيسان كري يقول يرعى وينين نبي قال لها وشاط عليه الصلاة والسلام نبي قال لها أنس بها يا لها مركا وشيسي ميل بيوتي لي مركو دينتي وشي بالله حوالك أنس هي قميص كيسي النبي عليه الصلاة والسلام لبدا سال قبري للفحيي si uu barakoobo qabriga iyo fidnadiisa ee shidada intaba uu uga koro. الصحابة يستضيئون بعسن أعطاها اللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا وحويان أي فينوستن وكلا كدكتين والنبي لها عليه الصلاة والسلام. مبارك عليه. وما همين قد عرائي كل المدين وشي نبي قاعد كالصوغاتي. عن قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي مظلمة فقلت لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الصلاة وآنست لنفسي ففعلت ففعلت فلما دخلت المسجد برقت السماء فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا قتادة ما هاج عليك قلت أردت بأبي وأمي أن أؤنسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ هذا العرجون عسل فتحصن به فإنك إذا خرجت أضاء لك 10 أمامك و10 خلفك ثم قال لي إذا دخلت بيتك رأيت مثل الحج الأخشر فقال بيتك رأيت مثل حجر الأخشر فقال فضربته حتى خرج من بيتي. رواه الإمام أحمد والطبراني كما في مجمع الزوائد. حديث كسوة حويان قتادة النبي همين بركي ويمي مركز مسعيد كسوة يا وحير الروب داية روكي هلاعي مركز النبي قوي أغاضي مركز يري محاكم